النهارده بقى يا جماعه جبت لكم وصفه يابانيه بالنودلز اسمها رامن. دي عباره عن الاندومي مع البيض مع شويه خضروات كده وبهارات وحبشتكنات. هنسلقه ونوريكم بنعمله ازاي وهنجيلكم تاني. اول حاجه معانا يا جماعه نحط الاندومي كده يتسلق من غير اي توابل خالص ولا حتى البهارات اللي معاه في الاكياس. هنسلقه في ميه فقط. طب يا جماعه وبعد ما اتسلق بقى هنصفيه خالص من الميه بتاعته. بعد كده بقى يا جماعه ننزل بالظبط بنص معلقه سمنه في الطاسه بتاعتنا. اول لما السمنه معانا تسخن بقى كده شويه حلوين ننزل بالاندومي بتاعنا. بعد كده بقى هننزل بالتوابل. توابل اندومي ده بطعم الجبنه ومعلقه كركم صغيره ننزل عليهم ونقلب كده شويه. وبعد ما نزلنا بالتوابل زودنا شويه ميه اندومي من اللي احنا صفيناهم وافضل قلب بقى كويس كده لحد ما المزيج كله يخش في بعضه. واول لما قلبناهم كويس كده سيبناهم على النار دقيقتين 3 على نار هاديه خالص. بعد كده بقى هننزل بشويه بزله وجزر مسلوقين. ننزل كده ونقلب كل ده بقى مع بعضه لمده 5 دقايق على نار هاديه. وبكده يا جماعه نكون خلصنا الاندومي. نحطه بقى في الطبق كده، ننزل بيه كله في الطبق. ريحته تحفه بجد، لا ريحته تحفه، لازم تجربوه. بعد كده بقى نجيب بيضه مسلوقه، نقشر البيضه المسلوقه. بعد كده نروح قاسمينها نصين بقى بعد ما قشرناها نحطها على الوش هنا. وبكده يا جماعه الرامن بتاعنا يكون جاهز الاكل. بجد شكله وريحته تحفه، لازم تجربوه. ويا بقى كده لو عندك حته لحمه ولا صدر فرخه ولا حته من الورك كده وتحطها على الوش هنا هتديك طعم وتجربه غير خالص. وندوق بقى كده مع بعض، نشوف كده ندوق الاندومي لوحده. لا طعمه بجد تحفه، جامد قوي جامد قوي. ندوق بقى كده ايه مع حته البيض. بجد يا جدعان جامد قوي، لازم تجربوه لازم تجربوه، جامد قوي. خد دوق يا فوتوغرافر يا جامد. سيب لي شويه. مفيش يا ابو عم الكلام ده. انا هاخد اصلا الطبق ده وهمشي. طبعا انا بعد ما اقفل التصوير اساسا مش هتاخد منه حاجه اصلا. شوف مين هيديك المرتب بتاعك مثلا عدتش الفتي. سبحان الله، انت بلعت الشوكه في ثواني. يا اسطى دي كانت مليانه. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ الكركم فيه طالع مخلي طعمه جنان جنان، والبسله مديها طعم روعه. يا ابني هبداو بذات نفسه اللي بيعمل لك الاكل، لازم مثلاً يعني انت يعني. متخيل. مثلا وقف الكاميرا بقى واتكل على الله. هات يا عم الحاج. اتكل على الله يابا. يا عمنا هات، ما اكلتش حته بيض يا ابو عمو. انا اللي هسيبها لكم وامشي. يا ابو عمو اتكل على الله يا عم بقى. يا اسطى بقول لك ايه، امم البسله والجزر والحاجات دي عامله شغل عالي جدا جدا. يا ابني انت عبيط. انت لا، بتتكلم. البيضه دي كمان، بس انا كده بقى مدوها بالبيض. انت بتتكلم شيف هبداوي. شيف هبداوي. انت على فكره اخدت البيضه. انا كان عيني كان عليها على فكره، عيني كان عليها والله. لا تنزل تشيلي واحده غيرها. البيض نقلها في حته تاني خالص. يا ابني ده كده كده ده يا انا ابني ده انا كده اللي ده. عامله. جماد ايه بقى؟ اتكل على الله امشي بقى. يا عم هات بس، استنى هات ادوق تاني. خلاص بقى لا. جامد قوي يا اسطى. ما هو جامد فعلا. بالراحه يا ابو عمرو. هتصور. مرة. بجد انا حاسس ان انا اكلت كل واحد. انت خلصت كله يا اسطى. خد دول بقى واحد. ايوه بس ربنا هيريد ان خد. انا اجري بقى العب بعيد بقى.